السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا كده من ايام العيد كده نزلت عند الجزار. جبت ايه يا ندى؟ جبت كيلو لحمة ضاني. إيه قلت له يعني عايزة اعمل بامية بدمعة وبامية وايه واعمل حركات كده، وراح اداني ريش بتاع الخروف الضاني اهو. جبت كيلو من عنده ريش بالمنظر ده، شايفين اهو الحتت زي العسل ريش. هنعملوها النهارده فيديو النهارده اهو. الحمد لله برضه فضلة خيركم اهو. ومعاه كمان بصلايه وطماطمايه عشان نسلق اللحمه. إيه يعني قلت يعني ان انا اعمل معاكم الفيديو النهارده لان الفيديو ده هيعجبكم جدا. إيه وبمنتهى الجمال ان شاء الله. انتظروا بقى باقي الوصفات بتاعت الفيديوهات بتاعت العيد، وكمان خليكم معايا عشان نشوفوا باقي وصفة النهارده. وكده هو ضفنا البصل والطماطم وادي هو ورقتين لورا بس يا جماعة، ما يتحطش اكتر من كده. وكمان يلا نغطي ونسيبوها تتسلق كده يا حبايبي. نعمل هنا البامية بدمعة وهنا هنعمل الواك اللي هي البامية الغرب. هنبتدي هنا معايا بصلة ضربتها كده في الكبة على معلقة سمن اهو، ونديها كده قليبة يا جماعة لغاية كده ما تدبل اهو. تمام لغاية ما تدبل. يلا تاني نعمل برضو هنا الهرق. تمام معايا اهو هنا البامية اهو مقطعاها حلقات، ومعايا طماطم مقطعة القشرة بتاعتها مقشراها، ومعايا توم ومعايا فلفل. دول المكونات كلها هحطها كده مع بعض هنا اهو كده مع الويك بتاعنا عشان نعمل احلى ويك في البامية اهو. ننزل كده البامية كده. طبعا انا مقطعاها حلقات اهو باينة لحضراتكم، شايفين حلقات اهو رفيعة خالص اهو اهو. ننزلها كده كلها. هنعمل ايه يا ندى تاني؟ يلا كده هننزل شوية شوربة من اللحمة بتاعتنا اهو. نفتح كده حلة الشوربة بتاعتنا اهو. شايفين اللحمة بقت عسل ازاي؟ الله اكبر. ناخده كده يلا شوية شوربة ونحطوها في الويك بتاعنا. الويك اهو كده. صلوا على النبي اهو. شيلي القشرة كده، لو جدت معاكي قشرة شيلي اهو. يلا كده ونغطوها بالشوربة كده خالص، وكده هتكون جاهزة اهو. صلوا على الحبيب. ما تنسوش تعملوا لي لايك على الفيديو القمر ده اهو. بس كده انا شايفه ان كده كويسه بقت خالص اهو. اتعملت خالص بالشوربه كده. لو حابه تحطي كده ضمه تاني حطي اهو بس كده. يلا كده هغطيها ونسيبوها كده على حدود شويه كده اهو. يلا كده نروح تاني للباميه بتاعتنا. هنعمل ايه يا ندى الخطوه اللي بعديها؟ اهو معانا كده تومايه، معلقه توم كده هحطه عليه، وهحط كمان وهنزل معاها بالباميه الهرق اهو اهو كده. ندوها كده قليبه كده كويسه. يلا كده انا هقعد اقلب فيها شويه وهرجع لكم واقول لكم الخطوه اللي بعديها. شايفين يا حبايبي اهو قلبت لغايه ما البصل بتاعي اهو والبتاع قلبتهم شويه كتار وهو معايا بالشكل ده. معايا ايه تاني يا ندى؟ معايا انا مفرزه طماطم ومثبتاها وحطها في الفريزر. تمام يعني انت لو ما عندكيش يعني الصلصه كده ممكن تضربي طماطم في الخلاط وتحطيها مكانها بس كده. يلا كده انا هحطها اهو. يلا كده انا هغطي عليها يلا كده بالشكل ده بس، وهسيبها لغايه كده ما تسيح الطماطم كلها دي اهو.
غطيتها. يلا كده، وشايفين برضو اللي احنا عملناه، انا سايباها حته مفتوحه اهو، شايفين اهو ابتدت تغلي معانا غلوتين بس وهنطفي عليها، بس علشان يعني ما تسيبوهاش تغلي لغايه ما البذره كده اللي في النص دي تصفر، لا، هي غلوتين بس كده وتطفي عليها. بس كده انا بغطيها كده نص كده، غطيه كده وسيبي حته بس مفتوحه فيها، وسيبيها يلا تغلي غلوتين وارجع لكم. كده شايفين يا حبايبي بعد ما الصلصه بتاعتنا اهو اتسحت خالص كده، والباميه بتاعتي ابتدت كده تطيب وزي العسل. اللهم صل على النبي، الله اكبر عليها، بجد جميلة جميلة جميلة، بسم الله ما شاء الله. وشايفين كمان البامية الهركة بتاعتنا برضو هو ابتدت تطيب، لسه هنهركوها. بس الأول تعالوا نعمله على دي، هي استوت وبقت مية مية خلاص، احنا بس هنعملوها هنهركوها دي. بس دقيقة الأول هنحطه هنا هنحطه اللحمة بتاعتنا كده اهو، اهو كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اللحمة بتاعتنا هنا الضاني، شايفين يا جماعة طبقت ازاي وبقت زي العسل اهو، اهو اهو كده. وكمان هنحطه كبشتين شوربة يا جماعة مع اللحمة بتاعتنا، لان الشوربة بتاعتها شوربة جميلة خالص ضاني يا جماعة، في حتة تانية خالص هي اساسا اهو، اهو كده. يلا كده كبشتين شوربة كده على الماشي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بس كده يلا عشان تكمل سواها واغطيها كده، يلا كده كده هاخدها يلا على طول، هي استوت وكل حاجة، هغطيها كده وامسكها كده، هروح اوديها الفرن واشيل الغطا بتاعها واديها وش على الفرن واوريكم الجمال والحلاوة. ويلا هنا برضو هي كده استوت خلاص، احنا نقعد نعمل لها كده اهو، نهركوها اهو كده بالشكل ده، على طول كده، على طول على طول بايدك. هي استوت وبقت زي الفل يا جماعة، وهي كده اصلا بتكون جاهزة، بس هنعملوا لها طشة اهو. معايا في طاسة حطيت معلقة توم عليها شوية زيت اهو، وهحمرهم واحطهم عليها توم، وعليها معلقة سمنة يا جماعة اهو، ونهرك كده في دول كده اهو. بس كده شايفين الجمال؟ لا الفيديو جميل جدا جدا جدا، والريحة جميلة خالص اهو. ادي اهو الطبيخ الصعيدي بتاع العيد يا جماعة، مش هتلاقوه غير عندي انا وبس اهو. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا جماعة، وادخلوا لي كده في التعليقات وصلوا على النبي. شايفين كده ازاي انا ايدي ما بطلتش اهو، لغاية ما البامية بقت زي العسل. استني هوريها لكم اهو، شايفين الجمال والحلاوة؟ لا بقت في حتة تاني خالص. يلا كده نحط لها شوية ملح وفلفل اسود اهو، شوية كده ملح، وهنا كمان برضو ملح ما تنسوش يا جماعة اهو. يلا كده فلفل اسود، بس كده يلا نديها قليبة. بصوا بقى على الجمال، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، في حتة تاني خالص يا جماعة. تقولوا البامية قشطة، جميلة جميلة جميلة، والريحة جنان. ادي هو الطبيخ الصعيدي ولا بلاش، هتلاقوه عند ندى بس، وصفات ندى الشطورة بس. ادي اهو البامية الهرك، وادي كمان البامية بدمعة. ثاني كده نقلبيها برضو كده مع بعض اهو، علشان الملح اللي حطيناه، عشان انا هاخدها على طول يلا في الفرن اديها كده وش كده حلو كده، واوريكم بقى الروعه والجمال. ويلا كمان انا هعمل شويه رز كده بالشعريه برضو هوريكم. شايفين يا حبايبي اهو خلصت اهو، طلعتها اهو كده من الفرن، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. شايفين التحمير والعسل كله
لا في حتة تاني خالص يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. يلا كده خلصت معانا وخلصت اهو البامية بتاعتنا برضو اهو. لسه هنطشوها برضو، لسه ما طشتهاش اهو، انا قافلة عليها النار. يلا كده تعال نعمل يلا رز بشعرية مع بعض. معانا كيس شعرية هنزله كده معايا اهو كده، وطبعا حطيت شوية زيت عشان احمر بيهم اهو كده. يلا كده بالمعلقة بتاعتي واقلب اقلب اقلب. الشعرية بتطيب بسرعة يا جماعة، بتحمر بسرعة الشعرية، فما تسيبيهاش دقيقة واحدة اهو اهو كده. وطبعا ما تنسوش ان عشان الشعرية بتعمل بسرعة فانتوا تكونوا غاسلين الرز قبليها، تمام اهو كده. شايفين الرز اهو انا غسلاه ومحضراه علشان اول ما احتاجه على طول، اول ما الشعريه ما تحمر على طول انزل عليه الرز على طول. اول ما الشعريه تطيب هوريها لكم. شايفين كده يا حبايبي اهو الشعريه عملت ازاي معايا وبقت زي العسل. شايفين لونها وصلت للون ايه؟ ده اللون المناسب يا جماعه ليها. يلا كده ضيفوا الرز كده بسرعه. الرز ده طبعا غسلاه كذا مره ونضيف زي الفل. نزليه كده اهو اهو. نديهم يلا قلبي 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 وقلبي اهو. قلبي 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 يلا كده بسرعة اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب بقى. يلا كده اهو. ابتدي كده عشان ازود الميه بتاعتها والملح وكمان الفلفل. يلا كده هضيف لها معلقه ملح واقلب كده. يعني احنا عايزين الميه يا جماعه لغايه بس ما تساوي الرز. تغطي كده الرز كده غطيه، تمام بس كده انا شايفاها كده يلا مناسبه. هغطي الحله بتاعتي وهسيبها. يلا وتعالوا نعمل الطشه مع بعض. يلا كده يا حبايبي ابتديت اهو اعمل الطشه. شويه توم كده على السمن، وطبعا محضرين في ايدنا الكزبره. احط يلا كده شويه كزبره كده عليه اهو، وادي برده كده قليبه كده بالطاسه اهو عشان لغايه ما توصل كده للون الذهبي معايا، عشان اطش على طول الباميه بتاعتي اهو كده كده. وندوا كده قليبه. شايفين الباميه وجمالها اهو، الله اكبر بسم الله ما شاء الله عليها. الباميه زي الفل. يلا كده اهو الثوم ابتدى يبقى كويس معايا. دقيقه كده عليه، اهم حاجه ان انت تبقي واخده بالك عليه واقفه عليه كده علشان ما يتحمرش منك زياده اهو. صلوا على النبي. ادي هو حلاوه الباميه الصعيدي يا جماعه، الله اكبر. يلا كده ننزل كده الطشه بتاعت الباميه الصعيدي. الله اكبر بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ونزلي كده هنا شويه باميه كده على الحله نفسها برضه اهو. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. ادي اهو الباميه الصعيدي اهو، الله اكبر بسم الله ما شاء الله عليها. في حته تاني خالص اهو، في حتة تاني خالص يا جماعة. يلا كده يلا نغرف كده الأكل وأوريكم بقى في الآخر الجمال والطعم والحلاوة. استنوني كده يا جماعة. أكون أهو صبيت كل الأكل وغرفته. عندنا الشوربة، شوربة الضاني، وعندنا الرز بالشعرية، وعندنا البامية الهرق، وعندنا البامية بالدمعة. يعني وجبة جميلة جدا. وكمان العيش الشمسي أنا عملت لكم فيديو عليه قبل كده في القناة بتاعتي. العيش الشمسي أهو، طبعا أنا عاملاه ليلة العيد طازة طازة يعني. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة متنسوش تعملوا لي اللايك والسبسكرايب لو عجبكم الوصفة بتاعتي، وتفضلوا طبعا معانا. السلام عليكم.